ده شكل التجميعة بتاعتي حاليًا على المكتب، ولكن إيه رأيك نخلّيها بالحجم؟ مساء الفل يا أبو صعب، إيه الأخبار؟ رحبوا بقى معايا بأصغر تجميعة جاهزة ممكن تشتريها بسعر حلو جدًا وهتدّيك أداء تحفة، الكي 12 من GMK Tech، لو حد متابعني على الإنستجرام هيبقى فاكر الستوريز أو الفيديو اللي أنا عملته عن أصغر تجميعات لشركة GMK Tech في جايتكس في شهر 10 اللي فات، كانت اختراع بالنسبة لي بصراحة إن دي كيسة كاملة، باور سبلاي، بروسيسور، كارت شاشة، رامات، SSD كله هنا موجود يا صاحبي في البتاعة دي، مقابل الكيسة الكبيرة التقليدية بتاعتنا الكبيرة جدًا اللي طبعًا فيها أكيد عتاد أكتر وبتبقى أنت بتضبّطها على مزاجك، ولكن تخيل الشيء الصغير ده مدّيني أداء مقارب نقول بنسبة مثلًا إيه، 75% من الأداء الفعلي للكيسة بتاعتي الكبيرة دي، أنا بصراحة كنت منبهر وما كنتش متوقع الرقم ده، فتعالَ بقى أكلمك عنه بقى واحدة واحدة، تصميمه شيك، صغير، كومباكت، تحسه كده يعني هو مش ماك ميني، ويندوز ميني الغلابة كده فاهم؟ هو مش غالي أوي يعني، بس يعني لحدٍ ما بالنسبة لسعره، هو سعره ممتاز جدًا بالنسبة لي، بالنسبة لمواصفاته والأداء اللي بيقدمه، بس هاقول لك على السعر كمان شوية. دي النسخة اللي معايا دي بRyzen AMD 7 من تحت هتلاقي 4 رجلين كده بيقف عليهم علشان يبقى مرفوع أو أعلى من السطح اللي أنت حاطه عليه، عشان هي عندك في مروحة من تحت وفي مروحة من فوق، مروحتين للتبريد بصراحة. درجات الحرارة هنا انساها، ما فيش درجات حرارة تقريبًا، وده كان حاجة unexpected بالنسبة لي أو غير متوقعة علشان هو حجمه صغير، كل component جوّه بعضها أو يعني قريبة أوي من بعض، فالمفروض درجات الحرارة تبقى عالية، بس بصراحة مع الاختبارات اللي هتسمعها كمان شوية والحاجات اللي إحنا عملناها كمان شوية، تقريبًا ما بيسخنش. كمان هم عاملين حركة لطيفة اللي هم عاملين كمان كده زي rubber من على الجنب، بدل ما تبقى حاطه نايم كده على المكتب أو بشكل أفقي، ممكن يبقى بشكل رأسي وتخليه كده شكله شياكة أكتر وياخد مساحة أقل كمان على المكتب أكتر ما هو أصلًا already مش واخد مساحة. النسخة اللي معايا بصراحة محترمة جدًا، وهي مش أعلى نسخ عندهم نسخ أقوى من كده بكتير، نعتبر دي النسخة إيه، نعتبر مثلًا mid range. النسخة دي Ryzen 7 H255 بروسيسور محترم جدًا بمعمارية 4 نانومتر، 8 كور و16 ثريد، والبيس كلوك بتاعه 3.8 جيجا هرتز، وعلى التربو بوست بيوصل لغاية 4.9 جيجا هرتز، والكلام ده على TDP من 35 واط لغاية 54 واط، بالإضافة لكارت شاشة من AMD برضه اللي هو الAMD Radeon 780M برضه كارت شاشة 4 نانومتر تردد 2600 ميجا هرتز، خلطة كده توليفة هتديك أداء كويس جدًا وهنتكلم عن الأداء كمان شوية. النسخة اللي معايا ب 32 جيجا رام DDR5 بسرعة 5600 ميجا هرتز، عندك 2 سلوت للرامات تقدر تضيف فيهم لغاية 128 جيجا رامات براحتك، والنسخة اللي معايا بمساحة 1 تيرا، وعندك بقى 3 M.2 2280 PCIe 4، واحد منهم بالسرعة الكاملة اللي هو الX4، واثنين التانيين بيدوا لك نص السرعة أو بياخدوا عدد باندويدز أقل فبيدوا لك نص السرعة بتاعتهم تقريبا، ولكن أنت ممكن تحط الSSD المهم بالنسبة لك اللي أنت بتحتاج عليه أكتر سرعة على الSSD اللي هو بالسرعة الكاملة، والاثنين التانيين مثلا تكون مساحات إضافية أنت بتخزن عليهم حاجات تانية ملفات مش مهمة السرعة بتاعتها، ولكن سرعة القراية والكتابة بصراحة كانت مبهرة جدا بالنسبة لي وكافية ومرضية بالنسبة للSSD اللي الحالي اللي عندي اللي هو ال1 تيرا. المبهر مش بس كده إن هذا الشيء الصغير تقدر توصل عليه 4 شاشات up to 8K 120 هرتز. تعالَ أكلمك عن المداخل والمخارج طبعًا. من ورا هتلاقي طبعًا في المكان الإكزوست اللي بيطلع منه الهوا السخن، إحنا زي ما قُلت لك في مروحة من تحت وفي مروحة من فوق بس في حالة لو إحنا فكيناه. طبعًا عندك RGB effect كده بسيط خالص باين ما بين الجزئين اللي داخلين في بعض، ما بينهم كده في RGB effect بسيط خالص، وفي زرار اسمه fan mode بتدوس عليه بيغيّر لك أوضاع الRGB دي، يعني هو مش باين، هو مش هتبُص عليه لمّا تبُص عليه كده من تحت كده هتلاقي اللي فيه RGB تكتشف اللي فيه RGB، لكن أنت باصص له من فوق مش هتكتشف إن فيه RGB أصلًا. المهم من ورا هتلاقي المدخل بتاع الباور، وهتلاقي مدخل 3.5 مللي كومبو جاك، وهتلاقي مدخل HDMI 2.1 أول مدخل يستحمل شاشة، وتحتيه على طول USB-C 4 وده تاني مدخل، وعندك ديسبلاي بورت 1.4 ده تالت مدخل، ومن قدام في USB-C تاني، 4 مداخل تقدر تستخدمهم براحتك وتوصّل شاشات براحتك على الشيء الصغيّر ده، مش عارف أنا بصراحة جامد، وكلّه كوم بقى وسعره كوم تاني اللي أنا هاكلمك عليه كمان شوية، يعني أنا مش متخيّل الشيء الصغيّر ده مشغّل ده كلّه وبالسعر اللي أنا هاكلمك عليه كمان شوية ده، كمان بقى عندك مدخل Oculink لو حبيت تدلّع نفسك وتجيب بقى كارت شاشة خارجي وتوصّله عليه، يقدر يستحمل لغاية RTX 4060 وكمان عندك USB 2.0 القديم بتاعنا ممكن تستخدمه في أي حاجة، وعندك USB 3.2 Gen 2 Type A. أما من قدام عندك فرح مخارج ومداخل تاني 3.5 مللي تاني كومبو جاك، وعندك USB-C 3.2 Gen 2 Type C، و2 USB 3.2 Gen 2 Type A، وواحد تاني USB 2.0 يعني ما لناش دعوة بيه، وزرار الباور، وعندك في زرار ريسيت للبايوس، وهذا الشيء الصغير بيجي مع ادابتور 120 واط علشان يدي لك كل الفانكشنز بتاعته. ندخل بقى على تجارب الارقام والبنش مارك. هاسيب لك ارقام بنش مارك كتيره قوي بس يمكن من الحاجات اللي انا جربتها عندك مثلا سينا بنش 23 المالتي كور سكور والسنجل كور سكور مقارنه بمعالجات تانية بنفس الفئه
هو فكان في المركز الرابع في تقريبا في المالتي، والمركز الرابع او الخامس في السنجل. هتلاقي السكرين شوتس ظاهره قدامك. وكمان بالنسبه للستريس تيست للمعالج استخدمت الايديا 64، سبته حوالي 7 دقائق. درجه الحراره كانت ماكسيمم بتوصل ل 95. ما كنتش مشغل المراوح على اعلى سرعه ليها، كنت سايبها بالوضع اللي هو البالانس بتاعها مش الهاي برفورمانس، وسبته 7 دقائق من غير ولا ثروتلينج واحد. هتلاقيه كمان على تردد المعالج كان ثابت على حوالي 3700 او 3700 وكسر، مفيش ولا ثروتل حصل لمده 7 دقائق. بصراحه كان كويس جدا بالنسبه لي، ما طولتش اختبار عن كده، وبس كان وراه على طول الاختبارات بقى بتاع سينا بيت. طيب بالنسبه بقى للحاجات اللي انا بحبها على ارض الواقع بقى، انا ماليش قوي بصراحه في الارقام دي، مش بفهمها قوي. انا ليه دعوه بالتجربه الفعليه وكان عامل معايا ايه. التجربه الفعليه بتاعتي واللي فعلا ابهرتني، انا راجل بتاع مونتاج وممكن ما اكون مش جيمر قوي، بس انا برضو جربت جيمز. بالنسبه للمونتاج فتحت بروجكت 4K وحطيت اكتر من فيديو 4K، كانوا كلهم مشاهد اللي انا مصورها للبي رول للشيء ده، وكان البلاي باك 2x ناعم جدا. كنت مخلي الكواليتي العرض جوه بريمير على فل، فقلت اجرب كده اخلي البلاي باك 2x، كان شغال كويس. خليته 4x يعني قطع كده كام تقطيع. خليت العرض جوه بريمير على نص الكواليتي وقدرت اوصل ل 4x بدون تقطيع او تهنيج. طبعا ده كلام برضو مش ده محدش بيشغل 4x يعني جوه بريمير، بس يعني انا بقول لك انا بالنسبه لي كان البلاي باك بقى وانا رايح وانا جاي كده بقلب بسكرول على التايم لاين، وكمان حاطط اكتر من لاير 4K فوق بعضهم. النعومه والسلاسه من غير ولا تقطيعه واحده ده كان كفايه بالنسبه لي جدا. كده انا كنت لسه ما حطيتش اصلا ولا جرافيكس ولا بوب ابس ولا اي حاجات من الحاجات اللي بتتحرك، وقلت اجرب هرندر الفيديو على الوضع ده. خد حوالي 3 دقايق ونص ريندر على 4K على كمان بيت ريت 70. ده ايه الدلع ده؟ ده ايه الجمال ده؟ قلت احط له بقى شويه بوب ابس على شويه موشن جرافيكس على شويه ترانزيشنز على شويه حاجات كده، ورندر نفس الفيديو تاني على برضه 4K وبيت ريت 70 ونفس كل الاعدادات. اخد حوالي 6 دقايق او 7 دقايق الا حاجه بسيطه. يا جدعان هو الشيء الصغير ده مطلع ده؟ يعني انا تقريبا ده وقت مثلا يطول شويه عن التجميعه بتاعتي. التجميعه بتاعتي ممكن تخلص ده مثلا في بالبوب ابس بالترانزيشنز بكل الحاجات دي، ممكن تخلصه مثلا في حوالي 5 دقايق 4 دقايق ونص تقريبا. بس الشيء الصغير ده 7 دقايق، يعني مش فرق كبير يعني. وده شتان الفرق اصلا ما بين سعر ده وسعر التجميع بتاعتي. والشيء الصغير ده اداني تجربه مقاربه جدا لحاجه مثلا مهمه بالنسبه لي زي المونتاج، تقريبا بتمن السعر بربع السعر. يعني ايه مش عارف بكام من السعر، مش عارف بصراحه. هقول لك على السعر كمان شويه، انا عارفك مستني. ومثلا تجربه زي الالعاب، انا لعبت لعبتين كاونتر سترايك 2، وبصراحه اتعلم عليا لما قلت يا بس انا راجل ما بلعبش على الكمبيوتر كتير، بس يعني قلت ادخل كده ايه واسيبها على الله، بس اتعلم عليا. بس ده مش مشكلتنا احنا حاليا، احنا كنا بنتست بنشوف عدد الفريم ريتس قد ايه. كاونتر سترايك كان ماكسيمم تقريبا من 50 ل 60 فريم. رضا قلت الحمد لله شغالين حلوين. وبما ان كمان انا مش بجربها على شاشه جيمنج، انا بجربها على الشاشه بتاعتي اديتنج 60 هرتز بس، مش اكتر من كده. بس كنت مبسوط جدا بصراحه، يعني ولا تهنيجه ولا تعليقه ولا حاجه، ودرجات الحراره كانت زي الفل. دخلت مثلا بعدها على لعبه برده مش تقيله قوي، فالورانت، عملنا كام كلايه حلوين. وخدت على عينيا شويه مش ازمه. بس عدد الفريمات كان من 115 لاكتر من 120 فريم، كان دلع. ودرجه الحراره كان متوسط حاجه و70 سواء للجي بي يو او السي بي يو. ده ايه الدلع ده؟ انا مش عايز اكتر من كده، ده بالنسبه لي انا، خاصه لما تعرف ان الشيء ده سعره بالظبط 409 دولار. ده 409 دولار يعني حوالي 20000 جنيه. فانت متخيل دي بالتجربه دي ب 20000 جنيه لو حد جايبها لك من بره مصر؟ يعني بجد انا بصراحه لغايه دلوقتي مش عارف استوعب ان الشيء الصغير ده مديني تجربه زي دي سريعه. حتى الريبوت بتاعه على الكمبيوتر ما بيكملش كام ثانيه. صدقني بقول لك فعلا الكيسه دي او الشيء ده تمام مش طبيعي. ده كمان ده مش اقوى حاجه عندهم فيرجنز اقوى من ده بكتير. ده يعتبر زي ما قلنا كده الميد رينج بتاعهم اللي هو الصغير كده. قال لك انا ابعت لك الروش بتاعنا مش هنديك البيج بوس دلوقتي، واحده واحده. بس بجد انا انبسطت جدا ان حاجه زي كده ممكن استغنى بيها عن الكمبيوتر بتاعي. انا ممكن كمان لو انا مسافر وعايز اخد ده معايا واخد معايا بقى شاشات بورتابل، وده اللي هكلمك عنها في الفيديو اللي جاي، بس هيبقى فيديو شورت مش فيديو لونج. تابعني على انستجرام وتيك توك علشان بص هعمل بالشيء ده كومبو مش طبيعي. بس اتقل معايا، هيبقى كمبيوتر متنقل كامل معاك في كل حته، مش لابتوب، هو كمبيوتر بي سي. اتقل عليا. الفكره بتاعته عبقريه، اول مره اجرب حاجه زي كده بالحجم ده وتديني الاداء ده، ومفيش حراره مفيش سخونيه مفيش اي حاجه.
صوت المراوح لا يذكر، مش هتسمعه الا لو انت بقى ايه يعني، بص محمل عليه جامد جدا، مثلا زي ستريس تيست بتاع الايديا 64. طبعا كنت سامع المراوح شويه، بس طبعا مش بنفس المراوح الموجوده في الكيسه. انا الكيسه بتاعتي فيها 6 مراوح، بيبقى الصوت مش طبيعي بقى، صباح الفل. صوت اهدى بكتير جدا جدا جدا، تبريد ممتاز، مداخل ومخارج كلها اللي انت محتاجها. مديلك كمان اوبشن لو انت عاوز تابجريد كارت الشاشه، في اوبشن انت تابجريد كارت الشاشه بكل سهوله عن طريق بس وصله، تجيب كارت الشاشه خارجي وتوصله. شكرا. الفكره بصراحه مبهره لغايه دلوقتي بالنسبه لي، ان انا ممكن يبقى عندي ده اوبشن تاني اخده معايا بدل اللابتوب. يعني هو مش كبير قوي للدرجه دي، طبعا اللابتوب حاجه مختلفه وبورتابل اكتر شويه، عشان ده هيبقى انا لسه محتاج شاشه، محتاج كيبورد، محتاج ماوس. بس انا واخد بي سي معايا بقوه اكتر من اللابتوب وسعر اقل من اللابتوب بكتير. احسبها كده، بص هتلاقي عينك نورت. المهم حبيت انت تشتريه، هسيب لك رابط الشراء تحت الفيديو في الديسكربشن، والحق عندهم عروض كتير الفتره دي بسبب البلاك فرايداي، فالحق تشتريه بالسعر ده قبل ما يغلى تاني. المهم احب اسمع رايك تحت الفيديو في الكومنتات، لو حد جرب فكره زي دي قبل كده، ايه رايك في الفكره العبقريه والمنتج اللي معايا ده. بس يا سيدي، واشوفك بقى على خير الفيديو اللي جاي، واستنى بقى فكره كده مجنونه لكمبيوتر متنقل معايا. اتقل عليا. يلا سلام.